تخيل ان في حاجة بتحصل في جسمك كل يوم من غير ما تحس، وهي السبب انك بتحس انك تعبان كل شوية. ده غير انك تحس انك فاقد الشغف كده ومش قادر تركز ولا حتى عندك مزاج تعمل اي حاجة. كمل الفيديو للاخر وهقولك ايه هي المشكلة دي وكمان حلها، وبشكل بسيط جدا على فكرة. جسمك كل يوم بيفرز مادة اسمها الكورتيزول، ودي معروفة يا باشا بهرمون التوتر، وده بيتفرز لما يكون في ضغط او خطر، وبتكون طبيعي جدا على فكرة. بس امتى بقى ما يكونش طبيعي؟ لما جسمك يفرز الهرمون ده وما يكونش فيه ايحاء حتى للخطر ولا اي ضغط، ساعتها بقى تعرف ان في مشكلة فعلا، وتبدأ تحس بالتوتر من غير سبب. بتصحى من النوم تعبان، دماغك مش بتشتغل كويس، وممكن كمان وزنك يزيد حتى لو مش بتاكل. ده كله بسبب هرمون واحد بس اتلخبط جوه جسمك. لما تقولي الحل، طيب بص يا صاحبي، ما تتخضش، مش هقولك تروح للدكتور ولا تجيب مكملات غالية ولا حاجات من على النت. الحل ابسط بكتير بس قليل جدا اللي بيعمله. اول خطوة وهي نومك. نومك يا باشا هو الزرار اللي بيعمل ريستارت لجسمك كله. تاني حاجة معانا، امشي حتى لو 10 دقايق يوميا، كأنك بتقول لجسمك انا بخير ما تقلقش. اخر حاجة معانا ودي اهمهم، عايزة كل ما تحس بكده اقعد مع نفسك وخد نفس عميق من مناخيرك وطلعه من بقك 3 مرات. دي حركة بسيطة جدا بس جسمك بيفهم منها ان مفيش خطر وبيسترخي. بس كده.